مساء الخير يا جماعة، وحشتوني جدا والله. بقالي كتير ما بطلعش لايف، عشان بقالي كتير ما فيش مواضيع تستدعي ان الواحد يطلع لايف، لا اما بيبقى خلاص الهبد اللي احنا بقينا طبيعي عايشين فيه، اللي انت بتبقى مش عايز تديله قيمة ومش عايز تتكلم فيه. بس انا في موضوع عايز اتكلم فيه سريعا، وهو اليومين اللي فاتوا دول لقيت الناس طالعين بيتكلموا على الهبد بتاع الناس بتوع الحصريات والكلام ده كله. فانا عندي سؤال مهم، هو انت اصلا لسه بتتابع الناس دي ليه؟ يعني انا واحد هو اللي عرفني على الحاجات اللي كان عراقي قالها اليومين اللي فاتوا، الهبده بتاعت الفوتو سيشن والحاجات دي كلها. والحق ده معرفش ريهام حمدي بتقول مين مضى، والحق ده معرفش اهو وجع السيره احمد اهو. والله يا احمد اللايف ده عشانك يا حبيبي. فانا سؤالي انتوا ازاي لسه بتتابعوا الناس دي؟ دي الاجابه هيبقى حاجتين، ان اما انت شايف ان الناس دي بتقوم بدورها وده اجتهادات وده طبيعي، يبقى انت وهم ما تقولوش ان انتوا بتشجعوا النادي الاهلي. يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش مشكله، هو طبعا عندي مشكله، بس لو انت صحفي وانا بعمل الكلام ده في الناحيتين عشان انا ده دوري ولازم ادور على المعلومه واجتهد، فده تمام. تمام مع المبدأ بتاعك انت، هو برضو مش هيفضل تمام بالنسبه لي. لكن ما تجيش تطلع ان انت تعمل لي فيها اهلاوي، وانت عراقي تطلع تعمل لي لايف بتيشيرتات الاهلي وتحط لي النسر، وريهام حمدي تطلع لابسه لي التربون الاحمر عشان هي اهلاويه قوي، وتيجي تضرب اخبار وتبوظ صفقات وتهبد، وتيجي ساعتها تقول لي ده صحفي وده دوري. خلاص يبقى خليك محايد، يبقى تعمل الكلام ده في الناحيتين. امتى اخر مره انت لقيتهم يقدروا يتكلموا عن مشاكل جوه نادي الزمالك؟ امتى اخر مره لقيتهم بيتكلموا على صفقات نادي الزمالك بيعملها قبل ما الصفقه تتم؟ وانا كل ده ماشي معاك في الجزء الايثيكال اللي هو الجزء المهني، اللي هنفترض ان في اقاويل حته الصفقات تقول لي لا ما انت ممكن انت ما تبقاش عارف، ممكن هم جابوا معلومه والصفقه كانت في اولها فباظت، فده ممكن نجادل فيه. لكن هبدا بقى زي حاجتين اللي انا هتكلم عنهم، اللي عراقي قالهم بتاعت اقاله كابتن سيد عبد الحفيظ، بتاعت ان امام عاشور ما طلعش في الفوتو سيشن والتصوير وبتاع. انت مشكلتك ان انت كمشجع، وهنا مش اهلي بس حتى الزملكاويه، يعني حتى شوف مثلا واحد زي اسلام عيلي وواحد زي ماضو، هتلاقي يوم الزملكاويه بيشتموا فيهم، تاني يوم لا والله ده انتوا اكتر ناس محترمه من تابعه. انت كمشجع كلمه بتجيبك وكلمه بتوديك. فهو مثلا لو عراقي عمل فيديو بكره وطلع يتكلم عن حبه للنادي الاهلي وعيط ودمع، لو صفحته دلوقتي عليها مليون هتبقى 2 مليون. احنا جماهير عاطفيين، هنخش والناس هتعمل له فولو، لا عراقي حصل خير وعادي وبتاع. انت مشكلتك ان انت بتنسى. سيد عبد الحفيظ طلع قال لك ايه؟ قال لك من احد اسباب اقاله سيد عبد الحفيظ ان اكرم توفيق لما كان بيعمل العلاج الطبيعي في قطر. بص بقى القصه، ان انت هتبقى غلطان ان انت بتصدق قصه زي دي، انت الغلط عليك اكتر ما عنده. بص بقى القصه كانت ايه؟ قال لك ان سيد عبد الحفيظ نسي يحول الفلوس لاكرم توفيق، يحول له الفلوس بتاعت الفندق، فاكرم توفيق فضل محجوز اسبوعين في الفندق. فانت امسك كده كل ركن في القصه دي. مبدئيا اكرم توفيق معهوش ولا مليم ان لما ينسوا يحولوا له فلوس الفندق يفضل محجوز عليه اسبوعين مش عارف يدفع ويطلع. طيب اكرم توفيق معهوش موبايله يكلم اي حد يحول له فلوس على البنك اكاونت بتاعه. ده كل ده انت متخيل؟ انا بفترض معاك فرضيه ان اكرم معهوش فلوس، تمام؟ ان اكرم توفيق حسابه البنكي صفر. طيب اكرم توفيق مش عارف يكلم حد يحول له فلوس. اكرم توفيق جاهل، ما بيعرفش يتعامل مع انستا باي، ما بيعرفش يتعامل مع الموبايل ابلكيشنز بتاعت البنك ترانسفير. انا همشي معاك باكثر فرضيه هبيده وهتلاقيها برضو مش منطقيه. اكرم توفيق جاهل. لا يا عم، ممكن صحابه يكلموا يقول لهم يا عم انا ماليش في التكنولوجيا، ما تقوليش هحول لك الفلوس على البنك. طيب ما عندوش حد يحول الفلوس على حساب الفندق؟ فانت متخيل ان انت في 2023 بتقنعني ان لعيب كوره، ان احنا لسه في السبعينات بقى، هم ماشيين بفلوس كاش، فاكرم توفيق ما لقاش فلوس في المحفظه ففضل محجوز عليه اسبوعين في الفندق مش عارف يدفع، لا عارف يكلم حد يدفع له، لا عارف يكلم حد يبعت له بانك ترانسفير. طيب ما عرفش يكلم حد في النادي الاهلي. بقيه الهبده بتاعت عراقي قال لك لحد ما سيد عبد الحفيظ افتكر. انت متخيل سيد عبد الحفيظ قاعد كده يا لهوي الواد اكرم ما حولتلوش فلوس الفندق. اكرم توفيق فضل محجوز اسبوعين لحد ما سيد عبد الحفيظ افتكر انه نسي يحول له الفلوس. هو اكرم كان فين يا جماعه؟ هو اكرم كان بيتعالج فين في قطر؟ كانوا واخدينه مع البدو في الصحراء، معهوش موبايل، معهوش اي حاجه؟ انا مش فاهم.
يعني لا عرف يدفع من حسابه عشان معهوش فلوس يعني غلبان، ولا عرف يخلي حد من صحابه يحول له فلوس عشان صحابه يعني غلابه، ولا معاه موبايل ويكلم سيد عبد الحفيظ يقول له انت بقالك اسبوعين ناسيني حول لي الفلوس. فالمشكله بقى انت كمشجع اهلاوي عملت ايه لما اتقال لك الهبده دي؟ ما عملتش حاجه. خش شوف الفيديوهات بتاعت عراي هتلاقيها بتجيب لايف بالملايين، هتلاقي الكومنتس بالالوفات، هتلاقي انت ما عملتش حاجه. فانت بتدي فرصه للناس اللي يشغلوك. الهبده الثانيه بقى في ايه بقى؟ اللي لسه قايلها من يومين بتاعت امام عاشور، الاعلان بتاع اديداس متصور من ساعه التيك توكر مش عارف اللي اسمه ايه روبنسون ده الالماني كان موجود في مصر، الاعلان بيتصور من شهر 7. انت خد بالك انت كمان، يعني انا راجل شغال في الماركتنج، فانا اساسا الماركتنج ده شغلي، فانت مش بتحسبها من ميعاد تصوير الاعلان. انت الاعلان بدأ تصويره يوم 9/7. انا كراجل شغال في الماركتنج لما هنبقى هنصور حاجه او هنعمل حاجه فيديو برودكشن احنا بنحضر لها قبلها بشهرين. فانت ما تجيش كمان تقول لي الاعلان متصور في اول 7، يعني كان الامام يلحق يا حبيبي؟ ما هم بيحضروا له مينيمم من نص شهر 5. لان انت بتحضر، بتحط الار دايركشن بتاع الاعلان، بتجيب حد يعمل سكريبت، بتحضر المكان بتاع الاعلان هيبقى فين، اللوكيشن هيبقى فين، احنا محتاجين كام لعيب، طب مين الكام لعيب دول، انت اصلا بتحضر من قبلها بشهرين. فحتى الناس اللي بتقول له يا عم انت هتبيت ده من شهر 7، لا يا باشا ده هو من قبل كده بيحضروا للاعلان. انا بقول لك مينيمم من نص شهر 5. فكان فين امام عاشور في نص شهر 5؟ انت الشناوي كابتن الفريق نفسه مش طالع في الاعلان، وما خدوا 7 لعيبه بس. فحتى لو هفترض معاك ان امام كان موجود، هو انت ليه محسسني ان اللعيبه كلها طلعت في السيشن وامام بس اللي متعاقد؟ مش فاهم. يعني انا حتى اهو مشيت معاك في الفرضيه الثانيه ان اللي انا بقوله ده هبد، الاعلان مش متصور من شهر 7، وان انا ما بفهمش حاجه في الماركتنج والفيديو برودكشن، مع ان ده شغلي، وهم عادي بتصحى الصبح تقرر تصور اعلان بتبدا تصويره بالليل. حتى لو ايه المشكله ان امام ما طلعش؟ مش فاهم. انت جبت منين؟ اللي معناه ان امام متخانق وهم معاقبينه ومش معاقبينه؟ طب ده احنا لو كده بقى على حسب مبدأك المفروض يبقى عندنا مشكله اكبر. ده كده بقى كابتن الفريق اللي بيلبس شرط الكابتنه مغضوب عليه. ما هو الشناوي ما طلعش في الفوتو سيشن، اشمعنى؟ فده بالنسبه للهبد بتاع انت، يعني حاجات اصلا بقول لك، اصلا انا اللي بيضايقني في ايه بقى؟ ان انت ممكن تتكلم في الحاجات دي تلاقي مثلا ايه حد اهلاوي دخل يقول لك يا عم هو عشان الراجل بيجيب الوفات الفيوز وبيجيب ملايين فانت بتشتم في الناس عشان تكبر صفحتك. مبدئيا دي مشكلتك لو انت شايف ان الناس دي قيمه وقامه، ان انا ببقى قاعد يا صفحتي هتقع وما عنديش ريتش ومفيش ناس اقومها ازاي. ايوه نجيب سيره عراقي ورهام حمدي، هم دول دي الناس التقيله اللي هتعلي الصفحه. يعني بجد حاول تبطل الكلام المحفوظ بتاع لجان وبتاع عايز تعلي صفحتك يا ابني. ما هو لو كده هخبط في ناس عليها قيمه. ما كنت اطلع انا بقى في الايام اللي فاتت نهبد هبد بقى سيد عبد الحفيظ مشي ليه، اطلع اتكلم على اللعيبه التقيله، اجيب لك عرض الشناوي اللي عراقي ورهام حمدي بقى لهم سنه ونص كل 3 شهور يقول لك الشناوي مضى في الخليج. طب ما هتكلم عن الناس التقيله بقى ونلعب بقى اللعبه دي لو عايزين نعلي الصح. فانا بقول لك انت هنا انا مش براهن ان انت تقتنع باللي محمود بيقوله. ماشي يا عم انت صح، مين محمود عنده 30,000 واحد على صفحته؟ فانا عشان كده بكلمك بالمنطق اهو. يعني في موضوع سيد عبد الحفيظ قلت لك السيناريوهات، يعني ايه اكرم قاعد اسبوعين معهوش فلوس مش عارف يدفع. موضوع تصوير الاعلان قلت لك تاريخ تصوير الاعلان وشرحتها لك كواحد ده مجال شغلي، انك تصور في اول 7 يعني انت بتحضر له من نص شهر 5. فالكلام ده ملوش علاقه بان انت تقتنع باللي انا بقوله او ان انا فاهم او مش فاهم. انت حكم عقلك هتلاقي ان الكلام ده هبد. ارجع للصفقات اللي هما بيتكلموا عليها، ارجع لسنه ونص ورا. انت كان المفروض دلوقتي كده معانا فرجاني ساسي ومعانا بن شرقي ومعانا الونش ومعانا زيزو ومعانا محمد صبحي. في مرحله ما كنا عايزين نخطف النجم الصاعد مستقبل حراسه مرمى في مصر محمد صبحي من الزمالك. معانا جون ايبوكا، معانا سفيان رحيمي، استنى عوده بدر بنون. مين تاني؟ غالبا في مرحله ما حكيم زياش كان جاي فاهم لما كان بيفسخ. ارجع وشوف فين اللعيبه دي. موليكا، مش موليكا فاكر الضجه مرهام حمدي عملتها وكان ايه بقى وكيل موليكا في النادي الاهلي دلوقتي؟ راح فين صحيح؟ مش وكيل موليكا كان جوه النادي الاهلي قاعد مع امير توفيق. ايه خطفوه ولا ايه اللي حصل؟ وتكتشف دي الناس بقى بتلعب. بص اقول لك اللعبه اللي بيلعبوها انت في الاخر بعد موضوع موليكا حصل ايه؟ انت اكتشفت ان الموضوع وزي ما انا قلت ساعتها والله العظيم، وسيبك من انا قلت عشان ما ابقاش بعمل زيهم واقول لك انا قلت من الاول عشان انا عندي مصادر جوه وابن عمة خالة امي اللي جابوا امي شغالين في النادي. وسيبك من دلوقتي عادل القيعي نفسه طلع قال لك احنا استعلمنا عن اللاعب لقينا فلوسه عاليه والنادي قال مش هيبيعه. هم هنا بيعملوا ايه بقى؟ يضحكوا عليك
وينسوك هو تفاصيل الخبر كان ايه، فياخدوك في حته اهو يعني الكلام ده كان صح. ريهام حمدي ساعتها راحت طالعه منزله بوست: بقالي 4 ايام بتشتم والحمد لله ربنا نصرني. عادل القيعي قال ايه؟ عادل القيعي قال موليه كان في حسابات النادي. انت قلت لنا وكيل اعماله قاعد جوه في النادي مع امير توفيق، وكيل اعماله اصلا ما جاش مصر، ولا الموضوع ارتقى لان امير توفيق ووكيل اعماله يبداوا يخشوا في نيجوشيشن اصلا. انت بعت ايميل استعلام تنكواير عن اللعيب، وده حتى صحيفه تركيه نزلته. صحيفه تركيه نزلت الخبر ده، قالت لك الاهلي بعت ايميل، النادي رد قال لهم مش للبيع، ولو للبيع هيبقى مبلغ عالي. قال لهم طب ماشي شكرا، بس كده. ساعد برضه موضوع ايبوكا، افتكر عراقي برضه وكيل اعمال ايبوكا. سيبك من ده، بلاش نرجع ورا. هو مش سوزا مش المفروض ماضي من 3 شهور يا جماعه على حسب كلامهم؟ وكيل اعماله برضه كان موجود في مصر وقاعد جوه. فين سوزا؟ مش على كلامهم ان سوزا مضى؟ فهي دي الفكره. فانت المشكله ان انت بتنسى هم بيعملوا ايه بقى. عشان كده الناس اللي ساعات ايه تقول لك لا هو بيهبط بس في حاجات بيقولها صح. ما هي بقى انت الفكره في ايه؟ يعني مثلا عراقي بقى له شهرين بيهبط هبته ان كولر مستقبله في الاهلي لسه مش واضح، فهو يقول لك كلام عايم. يعني انا دلوقتي مثلا ممكن اقول لك ايه، خدها مني حصريا اهو من محمود حسن. مين محمود حسن ما اعرفش، بس خدها حصريا: كولر مش مكمل في النادي الاهلي، وما اقولكش ميعاد. تقول لي امتى؟ عاجلا ام اجلا. بص رد محنج اهو. فاجي مثلا كمان سنه ونص، عادي جدا اهو كولر ممكن يمشي كمان سنه ونص او سنتين، ويبقى الراجل بقى له 3 4 سنين حلو. اقوم انا بقى واخد لك مثلا قصص لك الحته دي من الفيديو، واطلع اكتب لك بوست طويل عريض لكل الناس اللي شتمتني ساعتها، قلت لكم ما حدش صدق. ايوه قلت لي ايه؟ ما هو طبيعي ما فيش حد مخلد. طب عادي ما انا ممكن اعلي اهو عاجلا محمود الخطيب مش هيبقى رئيس للنادي الاهلي. طب ما ده طبيعي. ما ده طبيعي. الشناوي ايامه في الاهلي معدوده. ايوه ايامه دي ايه؟ يعني 365 يوم كمان سنه، ولا بقى 1900 يوم كمان 3 سنين؟ هم بيعملوا كده. فهو مثلا هتلاقي الاخبار اللي بيقولها بتاع مستقبل كولر لسه مش واضح. ايوه انهي مستقبل؟ فمثلا كولر يجدد سنه مثلا بس، فيطلع يقول لك شفته؟ لو المدرب حاسس باستقرار وعايز يقعد كان جدد 3 سنين. هم بيلعبوا اللعبه دي. زي واحد زي اسلام صادق من 4 ايام جايب لك فيديو من سنتين وهو بيتكلم على ان الاهلي عايز يمشي سيد عبد الحفيظ، بيقول لك طلع عندي حق. ايه اللي طلع عندي حق ايه؟ انت هبتها من سنتين، فهي معنى انها حصلت يبقى انت ساعتها كان عندك حق. ما انا بقول لك بنفس المبدا اهو. خلاص يبقى محمود الخطيب مش مكمل في رئاسه النادي الاهلي، كولر مش مكمل في تدريب النادي الاهلي، كهربا مش هيبقى مهاجم النادي الاهلي الاساسي. طب ما احنا عارفين ان كهربا مش مهاجم، وعارفين ان الاهلي بيجيب مهاجم، وموست بروبلي بنسبه كبيره لو الاهلي جاب سترايكر كبير وبقى هو الاساسي، انت ساعتها هتوظف كهربا وينج. كهربا ممكن ما يلعبش وينج اساسي. لسه هنشوف رضا سليم، عندك بيرسي تاو احتمال يمشي، عندك كهربا، عندك كذا وينج. فساعتها ما ينفعش انا اضحك عليك واطلع اشتغلك واقول لك شوف قلت لك كهربا مش على وفاق مع النادي، وقلت لك كولر مش عايز يعتمد عليك اساسي. يا ابني ما احنا عارفين انه اكيد عمره ما هيبقى المهاجم الاساسي. لا عمره كان مهاجم ولا عمره هيبقى مهاجم. بس فدي اللعبه اللي هم بيلعبوها عشان يطلع يقول لك لا انا عندي كريديبيليتي واللي انا بقوله صح، وعشان الناس تصدق. تاني خلاصه كل الكلام ده ليه بتكلم عليهم بالاسم؟ عشان دول ليهم متابعين كتير انصافا ليهم. هل هم الوحيدين؟ لا للاسف كل السوشيال ميديا بتعمل كده. خش شوف على الصفحات كلها زي ما بقول لك اهو. مش هقول لك ارجع سنه سنتين، من 3 شهور المفروض سوزا ده ماضي ومخلص، وسوزا لا مضى ولا خلص، ولسه بيتفقوا على بنود في العقد. ومش عايز انا كمان اعمل زيهم، بس مش هقول لك حتى الموضوع عدى 50%. يعني حتى اللي يقول لك 80-20 كداب. سوزا لسه الموضوع 50-50، والاهلي اوريدي من الاول حاطط بدايل ليه عشان لو الموضوع فشل. مش عشان مشكله سوزا، لا عشان ده الطبيعي، وده اصلا اللي احنا كنا بنقوله. يعني احنا كان ايه مشكلتنا ساعات دايما لما كان بيطرح اسمه موليكا والصفقه تفشل؟ نبقى قاعدين اهو يا جماعه، هو احنا ليه حياتنا متوقفه على موليكا بس؟ ما تحطوا بدايل. فهو في بدايل محطوطه. فهو الفكره في ايه بقى؟ ان انا سهل ان انا دلوقتي اقوم حاطط لك 10 اسماء، فطبيعي بنسبه كبيره هيجي منها 1 أو 2. فما ينفعش اطلع ساعتها اقول لك شفت كلامي كان صح. ما انا بقول لك اهو، انت السنه اللي فاتت والله العظيم انا فاكر في السنه ونص دول كان بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى فتحي واحمد عاطف من فيوتشر، واحمد رفعت من فيوتشر، وكان مين تاني والله زي ما قلت لك، وكان محمد صبحي. زيزو كل سنه بيبقى زيزو رايح زيزو جاي زيزو بتاع، نفس الحكايه برضو نفس بتاعت السنه دي. فتوح من سنه ونص برضو انا جاي في مرحله ما قال لك ان الونش جاي. فانت بتتكلم
في السنه اللي فاتت بس. وليد الكارتي هبدة عراقي بتاعت فين وليد الكارتي؟ نرجع للسيزون ده، مش وليد الكارتي كان جاي؟ مش وليد الكارتي قال لك ان هم مش مقتنع بقندوسي وهيجيب وليد الكارتي بداله؟ فانت تيجي تبص تلاقي، عشان ما اطولش عليك الفيديو، ارجع لاخر 6 شهور على صفحته هتلاقي الطرح بتاع فوق ال 25 اسم، طبيعي هيجي منهم واحد او اتنين. فرضيه ان يجي يقول لك على حد مش مكمل، ايوه لو انت معاك تفاصيل المعلومه قول لي وقتها قد ايه وقول لي هتحصل امتى. لكن زي ما بقول لك، هو ما جيش انا دلوقتي اقول لك كولر مش هيستمر في تدريب النادي الاهلي ومحمود الخطيب مش هيستمر في رئاسه النادي الاهلي، واجي كمان 3 سنين لما ده يحصل واقول لك كان عندي حق. بس هي دي الفكره. اتمنى ان احنا يعني، وده مش جماهير الاهلي بس برضو، عشان برضو ساعات بلاقي ايه جماهير الزمالك بتخش على الكومنتات عند عراقي تستظرف هم ازاي بيصدقوا الكلام ده. انت عندك من الناحيه الثانيه واحد زي ماضو نسخه من عراقي، لكن ماضو ده باله طويل بقى، ماضو ده بيطلع 6 لايفات في اليوم والله العظيم. عشان كده الواحد لما بيقول على الناس دي فاضيه ما عندهمش شغلانه، دي مش شتيمه، بس والله العظيم مش قصدي حاجه، بس انا هتلاقيني بطلع لك جمعه وسبت او في وسط الاسبوع بالليل عشان شغالين. ماضو ده بيطلع 9 الصبح و1 الظهر و5 ما انت لو شغال هشوفك يعني انت لو انت في مرحله ما اكيد موجود في مكتب او في شركه، فلا انتوا فاضيين يا جماعه بجد. فبرضه من الناحيه الثانيه بيعمل نفس الحكايه برضه، هتلاقي كله عاجل 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 صفقه القرن، فده واحد بيعمل 10 صفقات في اليوم. فعشان برضه من الناحيه الثانيه زي ما احنا بننتقد عندنا، بس ما تجيش انت برضه تستظرف وتعمل لي ان انت اللي عاقل، لا انت عندك الناحيه الثانيه برضه الالعب منهم. والمشكله ان الاثنين بيتابعوا اهلاويه، دي المشكله بقى. يعني انا اكتر حاجه بتحز في نفسيتي والله العظيم لما افتح فيديو الموضه او اسلام علوي والاقي حد كاتب له شوف مع اني اهلاوي لكن بحترمك، يا عم انت ازاي؟ ازاي بجد والله العظيم؟ ليه؟ عشان احنا بننسى، بس هي دي الفكره. عشان احنا هم بيعرفوا يضحكوا علينا. يعني الفتره اللي فاتت اسلام علوي عمل هوجه الهستيري كده، ان انتوا مقتنعين وهتتضايقوا، يا عم زي الفل. هو الهستيري ده زملكاوي حقاني صح، انت مش قادر تقتنع ان الناس دي كلها عشان انت شعبيه اكبر فبيجيبوك عشان ياكلوا منك فلوس، ده تمام، هو يا عم زي الفل. هتلاقي اسلام علوي كان بيعمل نفس الحكايه، يطلع يتكلم عن الاهلي، وبصراحه يا جماعه لا الاهلي يشرف، ولا هو هنا بيلعب لعبتين، هو الاهلي يشرف، فانت كاهلاوي مش هتكدبه، بس انت انسى بقى زمان كان بيعمل ايه. انسى زمان، ده اسلام علوي ده كان بيقعد يعمل اغاني حاجات عبيطه، واحنا في القاره ما اعرفش ايه، وانتوا فسافيس صغيرين، اغاني شعبي حاجات يعني فاهم، ما يعلم بيها ربنا. نفس الحكايه عندك برضه من الناحيه الثانيه. فلازم دايما تفضل فاكر عشان لما حد يغير كلامه ما يضحكش عليك. وبطلوا تتابعوا الناس دي يا جماعه تاني، وفرق ما بين ان ده صحفي بقى من شغله يبقى خلاص براحتك روح اهبط مع نفسك، بس ما تطلعش تقول لي انا اهلاوي عشان ساعتها جماهير الاهلي اللي تروح تدعمه. بطلوا محلسه في جماهير الاهلي لو انتوا هتبقوا منافقين وهبادين ومش هتتقوا ربنا في الحاجات اللي بتقولوها ومش هيبقوا عندكم مصداقيه. فيا ريت نبين لهم ان اللعبه دي خلاص لعبه فاشله، ان انت تيجي عليا عشان انا شعبيتي اكتر فانا اللي هكبر صفحتك. لا انت المفروض كمشجع اصلا. انا لما شفت الفيديو بتاع سيد عبد الحفيظ وقصه اكرم توفيق، والله العظيم انا كمشجع انا اتضايقت لنفسي من ان ممكن يبقى في حد شايفني ساذج كده. يعني انا قاعد بتفرج اللي هو هي الناس دي شايفانا هبل قوي للدرجه دي، ان احنا في 2023 هنصدق ان اصله معهوش فلوس في جيبه، واصل فضل الفندق ده. في كمان في حاجه رابعه نسيت اقولها وانا عمال اقول لك التحويلات وبتاع. هو اصلا انت متخيل فندق في قطر هيحجز على لعيب في النادي الاهلي؟ يا باشا الفندق هيقول له يا باشا روح صباح الفل وهات الفلوس بعدين. دي يعني انت متخيل من كل الجوانب استحاله اكرم ايه اللي حبسوه في فندق اسبوعين ده؟ انت بتتكلم ازاي في دوله زي قطر ودوله زي الامارات اللي علاقتهم بالنادي الاهلي قويه؟ يعني لما تبص لها من مليون اتجاه استحاله دي تحصل، استحاله دي تحصل. فده المفروض انت كمشجع عليها تتضايق، تقول هي الناس دي شايفاني ساذج قوي للدرجه دي، يعني ان انا عبيط اصدق حاجه زي دي. وتاخد موقف. بس وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، اتمنى تكون انبسطت يا احمد اهو. كنتش عايز اتكلم في الموضوع والله، عشان للاسف الواحد بيريح دماغه من الناس بتوع عايز تكبر صفحتك بقى فتطلع تتكلم على واحد ناجح زي عراقي، عشان الموضوع متعب قوي يعني. فيلا عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، وان شاء الله نتكلم قريب، وان شاء الله نتكلم في حاجه تستاهل ان الواحد يتكلم عليها يعني. ونفسي نرجع نتكلم فن، يعني الكلام ان الواحد يتكلم كوره بس والله العظيم وحشه، من ان احنا دايما نطلع نتكلم هوب ده شتم هوب ده عمل ده تصريحات ما اعرفش ايه، ونتكلم على ناس ملهاش لازمه. فان شاء الله يعني
اللايف الجاي نبقى بنتكلم في حاجه ذات قيمه، حاجه مهمه، حاجه فنيه، نتكلم كوره عشان الواحد وحشه الكلام في الكوره والله العظيم، ما يبقاش الكلام في الهري ده. فبس زي ما قلت لك، انت دايما عايز تتابع اي شخص، ده البيرسونال بريفرنس بتاعك، انت حر، بس لازم دايما تفضل تشوف وترجع بالذاكره عشان تشوف الشخص ده عنده كريدت عندك ان انت تصدقه ولا لا، الشخص ده عنده كريديبيليتي ولا لا، وما تخليش الكريديبيليتي بتاعت الشخص ان انت تقيسها على حسب عنده كام فولوور او بيجيب كام فيوز او انت ليك مخ تفكر بيه. تاني، لما تسمع قصة زي اكرم توفيق اتحجز اسبوعين مش عارف يدفع فلوس الفندق، لا هو معاه فلوس ولا عارف حد يحول له على البنك اكاونت ولا عارف حد يحول له على انستا باي، وفندق حجزه مش عايز يطلعه، انت عندك عقل تعرف ان اكيد القصة دي هبل. لما تلاقي اعلان متصور في اول شهر 7 قبل صفقة امام عاشور، ومعنى ان هم صوروه في 7 زي ما بقول لك لان ده الماركتنج ده شغلي، فمعناه ان هم من نص 5 بادئين البريبريشن عشان يصوروا الفيديو. انت بتعمل حاجات كتيره زي ما قلت، انت بتكتب سكريبت، انت بتنقي اللوكيشن بتاع الفيديو، انت بتنقي ايه الديكورات اللي هتستخدمها، البروبس، الاكسسوارز، كام لعيب هيطلع، الارت دايركشن بتاع الاعلان هيبقى عامل ازاي. فان اعلان يتصور في 1/7 يعني انت بتحضر له من نص 5، فاللي يطلع يقول لك امام عاشور ما طلعش فيه عشان مغضوب عليه، ده هبيد. امام عاشور اصلا ما كانش لسه جه، وهم بيبداوا خلاص وبيفاينلايزوا الاكشن بلان بتاع التصوير الاعلاني. فشغل مخك وما تخليش الناس دي تاكل عيش على قفاك، ومش هطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله نتكلم قريب.